انت عمرك ما سمعتش عن فيلم المخرج بتاعه مخرج محترم وبطل الفيلم بطل مهم جدا، وان الفيلم نفسه سابق عصره جدا، ولو انت اعترضت هتبقى عدو النجاح؟ بس ثانية واحدة، يعني ايه نجاح؟ وهل النجاح ده اصلا حاجة كويسة ولا لا؟ ورفعنا شعار ان اردت النجاح تاجر في السلاح. فكل ده هنعرفه النهارده في مصطلحات فنية عظيمة ملهاش أي قيمة. وأول مصطلح معانا وهو النجاح. دايما لما بيبقى فيه أي فنان عمل ضعيف أو فيلم ضعيف أو قال تصريحات غريبة أو عمل حاجة عبثية زي محمد رمضان مثلا لما طلع لبس بدلة رقص، فأنا فاكر وقتها طلعت اتكلمت على الفيديو ده، فلقيت ناس داخلة تعلق لي تقول لي أنتم يا المصريين بتحبوا توقعوا أي حد ناجح. فلما فكرت في مصطلح النجاح ده لقيته مش شرط يبقى بيدل عن حاجة كويسة، إن هو النجاح ده حد بيبقى عايز يعمل حاجة وبيحققها فعلا. يعني أنت تخيل مثلا معايا شاب مثلا بيبيع مخدرات على أول الناصية بتاعته أو الناصية بتاعت شارعه، حب يكبر المشروع وبتاع ويبقى تاجر مخدرات كبير، وفعلا نجح وحقق ده وبقى هو أكبر تاجر مخدرات في منطقته. هل هو ده نجح ولا منجحش؟ أكيد نجح طبعا، بس هي حاجة صح ولا لأ؟ حاجة بالتأكيد غلط. فهو زي ما قُلت لكم إن النجاح، أو مثلًا لمّا تيجي تتكلم على فنان تقول إيه العبط اللي هو بيعمله ده، فيقول لك لأ أنت كده بتحارب الناجحين، وأنتم عشان فشلة فبتبتدوا تهاجموه وكده. فده مع الوقت بتكتشف إن هو كمية فَسْي في الهواء الطلق. فعشان أنت تبقى مثلًا يُطلق عليك إن أنت فنان ناجح، فهي مش بالضرورة تكون أنت بتقدّم أي شيء مفيد. تاني مصطلح فني معانا، وده أكتر مصطلح ما كنتش بافهم إيه معنى أمه في الحياة، وهو المخرج المحترم. دايمًا تسمع ده المخرج المحترم فلان، المخرج المحترم فلان، وأنا ما كنتش عارف إن هو مخرج محترم في إيه. واسمعوا معايا الفيديو ده كده. تقومي بدور ساخن او مشهد ساخن. لو طلب منك خالد يوسف، هو مخرج محترم جدا مهم جدا. هو مخرج محترم جدا مهم جدا. وهنا أستاذة لميس الحديدي بتسأل مي عز الدين، بتقول لها لو اتعرض عليكِ تقلعي في فيلم من الأفلام بتاعة خالد يوسف هتعملي إيه؟ وبعد كده قامت قايلة لها والله أصل ده مخرج محترم. يعني إزاي مخرج محترم ولا تيجي تقلع في مشهد؟ ما دي حاجة غريبة. يعني أنا مثلًا أنزل أحاول أشقط واحدة أقول لها أنا يوتيوبر محترم تعالي معايا البيت، فتحس إن الكلمتين مش راكبين على بعض، إن هي تقلع في المشاهد ومع إن هو مخرج محترم تحس إن الجملة فيها حاجة غلط. أصل في مثل صيني بيقول لك إذا كان الديلر مجنون فالمصطبح عاقل، فإحنا لازم نعقل الكلام. دي مشكله، انا اللي عندي مشكله. وأنتم متخيلين مي عز الدين قعدت 5 دقايق خايفة تقول لها إن هي مش عايزة تعمل أدوار إغراء، فقعدت تجيبها بقى إن هي متخلفة عقليًا وما بتفهمش حاجة وعندها مشاكل، عشان كده مش عايزة تقلع في الأفلام بتاعة خالد يوسف. حد هييجي يقول لي يا بودة ما يمكن لميس الحديدي قصدها إن هو خالد يوسف مخرج محترم في الحقيقة وفي التعامل، يعني لمّا هي بتتعامل معاه. أنا مال أهلي بإن هو مخرج محترم في الحقيقة؟ أنا ليّا الأعمال اللي هو بيقدمها، هل هي محترمة وبتناسب الناس والّا لأ؟ ولو أصلًا أنت جيت وقُلت لأ خلاص أنا هابُص على المخرج الإنسان ده في حياته، هتلاقي تسريب من هنا وفضيحة من هنا وبتاع، ولمّا تتكلم عليها هيقول لك بُص أنت ليه بتتدخّل في حياة الإنسان أو الناس التانية؟ وهُم عندهم حق إن أنت ما لكش دعوة بحياة الفنانين أو المخرجين، أنت ليك اللي هُم بيقدموه خلاص. أو برضه المخرج الكبير المحترم يوسف شاهين، واسمع معايا الحتة دي وأنا مش هاحط تيت، هي يا دوب إيه مقطوعة سيمفونية صغيرة، فأنت اسمعها وخلاص. روح شوف مين اللي عمل الحاجة. أها أنا قلت له بقى. وهنا كان في اللقطة دي أستاذ يوسف شاهين بيسحب الصخرة لأستاذة ليلى علوي عشان هي مش عارفة تأدي المشهد أو بيشرح لها المشهد. حد هيجي برضه اللي هو لسه سائلني من شوية يقول لي ما هو كل الناس بتسحب الصخرة لبعض في الشارع ومش عارف إيه وبتاع. انا هسحب الصخره يا فندم. يبقى ما حدش بقى يقول المصطلح اللي هو المخرج المحترم والفنان المحترم ده، نقفلها بقى على كده وخلاص. المجنون ده ازاي داخل عليك في مين ده؟ قلت لها ده الاستاذ يوسف شاهين يعمل اللي هو عاوزه بس قومني وعمل اللي عايزه؟ طبعا تالت مصطلح فني معانا وهو مش بعيد أوي عن المخرج المحترم، هو حد يطلع يقول لك أصل إحنا بنعمل فيلم ساخن، أو مش ساخن يقول لك لأ أصل إحنا بنعمل فيلم جريء. فيلم إيه يا أستاذ؟ فيلم جريء. وأنت أول ما تسمع إن إحنا بنعمل فيلم جريء دي اعرف إن الفيلم ولا جريء في الأفكار بتاعته ولا في المواضيع اللي بيقدمها، هو بيقدم بس شوية مشاهد لايت إباحية وخلاص. إن هو يطلع لك الممثل ده عايز يعمل علاقة محرمة مع الست دي، والست دي عايزة تزني مع الشخص ده، إبراهيم أنت عايز تنام معايا؟ والشخص ده عايز ينام مع الولية دي. أنت عايز تنام معايا؟ فأنا ليه باقترح، أو دايمًا السؤال ده كان بييجي في دماغي، ليه ما نسميهوش مثلًا الفيلم الزاني؟ وهو مصطلح عادي، يعني كلمة الزاني دي أصلًا كلمة مذكورة في القرآن، فأنت أو إن هي بتعبّر عن العلاقات المحرمة.
وانت بتقدم في الفيلم بتاعك كميه علاقات محرمه، فانت ليه تسميها مثلا او تسميه فيلم ساخر لما ما تسميه مثلا فيلم زاني؟ ان انا شايف ان ده اكتر مصطلح هيبقى مناسب ومعبر عن الافلام دي. وانت اصلا عندك افلام زي فيلم احاسيس او الرئيس عمر حرب او حين ميسره، هي علاقات جنسيه بس في الفيلم، حواليها شويه بقى حواديت وقصص صغيره ملهاش اي 30 لازمه. والمصطلح اللي بعد كده معانا، لو فنان او ممثل سنه صغير في السن هيقول لك اصل ده ممثل مهم، ولو سنه كبير في السن مثلا فوق ال70 هيقول لك ده ممثل كبير. فانت مثلا تيجي منى زكي تعمل فيلم ضعيف جدا وتمثيلها ده مثلا زي فيلم الست، مش عارفه تمثل خالص او مش عارفه تجسد شخصيه ام كلثوم، هتلاقي في ناس يقول لك لا اصل منى زكي دي فنانه مهمه، انا مالي بان هي فنانه مهمه دلوقتي ما هي عامله الدور وحش. او مصطلح الفنان الكبير، ان هو اي ممثل فوق ال 75 سنه او ممثله فوق ال70 لو طلع قال اي الفاظ او اي حاجات جنسيه او اي مشاهد فيها تحرش يقول لك لا اصل ده فنان كبير، ما ينفعش، يعني ما ينفعش نعلق حتى ولا نقول اي حاجه عليه. لو حد بقى على السوشيال ميديا زي عبد العاطي او اي حد بيطلع يقول نفس الالفاظ دي اقول لك والله اصل قيم الاسره نقحت علينا دلوقتي، فالراجل ده لازم يتحبس، لازم يتحبس حالا. فانت ما تفهمش ايه المسطره او ايه قيم الاسره دي عامله ازاي عندنا في مصر، تحس ان هي جوسي كده او بتلوز، تحس تمسكها من هنا تبوظ من هنا، تبوظ من هنا تمسكها من هنا فمش هتعرف تلاقي لها مثلا، او مش هتعرف تلاقي لها اي قوانين ثابته. وطبعا احنا كلنا عارفين ان هي اي واحده بتقلع على السوشيال ميديا بتخدش حياء المجتمع، واي واحده بتقلع في فيلم لا دي كده فنانه كبيره وهناخدها نكرمها. نفس الحد اللي هو كل شويه عمال يسال هيقول لي يعني انت مع القلعه على السوشيال ميديا، هقول لك لا، بس انت لو هتعامل دول عامل دول بنفس القوانين. والمصطلح اللي بعد كده معانا هو مش مصطلح فني، وهي كلمه فخر العرب. انا بس عشان ذكرتها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت وعايز اتكلم فيها، ومش هستنى لحد لما اعمل قناه اتكلم فيها في الكوره. واول حاجه عايزين نبقى متفقين عليها وهو محمد صلاح هو افضل لاعب كره قدم في الوطن العربي من ساعه ما عرفنا يعني ايه كوره اصلا. بس الناس ابتدت تدي الكوره اكبر من حجمها وابتدوا يطلقوا على محمد صلاح ان هو فخر العرب راح، فخر العرب جه، ويبتدي معلقين يبتدوا يتخانقوا يقول لك مين اللي طلع مصطلح فخر العرب اصلا. ومحمد صلاح وقتها حب الموضوع ده جدا وابتدى يعيش في الدور، وابتدى يعمل فيديوهات مثلا يتكلم على حقوق القطط ويقول لك ازاي نصدر قطط للصين وياكلوهم والحاجات دي. وتيتا اليزابيث تموت يقوم عامل لها منزل لها بوست ان هو شديد الحزن وكل الحاجات دي. فابتدت الناس بقى تقول ده صلاح بيدافع عن القطط، اما لو مثلا حد مصري حصل له حاجه ولا حد فلسطيني مات هيتكلم عنك، قال لك لا والله اصل انا اخر اتكلم عن القطط بس بصراحه وانعي تيتا اليزابيث، لكن ما اقدرش مثلا اعزي حد فلسطيني مات او حد عربي مات في مشكله، لا والله انا ماليش دعوه، اصل انا راجل في حالي وماشي جنب الحيط وكل الحاجات دي. وفعلا صلاح شخصيته كده، صلاح شخصيته مش صداميه وماشي جنب الحيط من ساعه ما ظهر، لكن هو لما ابتدى يتقال عليه فخر العرب هو حب الموضوع ده. ومحمد صلاح اخره زي مثلا اي رجل اعمال او زي الشعب عموما، هو هيتبرع بفلوس زي الشعب وخلاص، مش هيبتدي مثلا ياخد المكانه بتاعته زي جوارديولا لما اتكلم مثلا عن فلسطين، او دروجبا اللي وحد الدوله بتاعته اصلا وكان في الافات هيموتوا لولا دروجبا. فمحمد صلاح دخل نفسه في حته هو مش قدها، كان عمل مثلا زي عمرو دياب. يعني عمرو دياب دلوقتي مفيش حد هيقول لك مثلا ليه عمرو دياب عمل اعلانات مقاطعه، ليه عمرو دياب ما اتكلمش عن فلسطين، ليه عمرو دياب لابس حلقه. ممكن الناس تهزر عن الموضوع، بس هم عارفين ان عمرو دياب اصلا فاكس او ايه مكبر دماغه من العرب عموما، هو بيقول لهم انتوا ليكوا شغلي وخلاص. حتى في مصر وقت الثوره في 2011 ولا عمل زي الفنانين ولا جه مع دول ولا جه مع دول، وخد بعضه وسافر لحد لما الدنيا تهدى. فهو دلوقتي عمرو دياب ما حدش هو فصل نفسه من الاول، قال لك بقى ولا تاخدوا عليا ولا ناخد عليكم، انتوا لكم الاغاني بتاعتي اللي بتنزل في الصيف وخلاص. محمد صلاح بقى كان عايز ياخدها بحته تانية، ان انا وان انا بتكلم مش عارف ايه وبتاع، بس وقت الجد قال لك لا والله اصل انا غلبان وممكن يرحلوني وما يدونيش الجنسيه والحاجات دي. ففي الاخر محمد صلاح لعيب جامد جدا وما جاش زيه ولا هيجي زيه بعد كده، ومحمد صلاح فخر لنفسه بس، يعني ما تنتظرش منه اكتر من كده، او ان هو يتبرع زي اي رجل اعمال وخلاص. ان انت لو بتدعم محمد صلاح يقول لك والله انت رجوله وزي الفل وبتاع، لو بتنتقده زي ما اخت محمد صلاح نزلت بوست كده قالت انتوا مين ومش عارف ايه، فانت عشان فقير دلوقتي مش يعني ما ينفعش تنتقد محمد صلاح. فهنبقى نعمل حلقه مطوله عن الموضوع ده اسمها لماذا المشهور يحتقر الجمهور. والله انا حاسس ان انا ابتديت اقول عناوين فيديوهات لوز العنب، انا نفسي يبقى المونتاج في مستوى العناوين بتاعه الفيديوهات بصراحه. نيجي بقى للمصطلحات الفنيه السريعه،
زي مثلًا يقول لك ده فيلم للنخبة، فيلم للنخبة دي بتتقال عن أي فيلم نزل الناس اتضايقت منه، هيقول لك لا والله أصل أنت ما فهمتش الفيلم، أصل ده للنخبة وللنقاد بس. طب ما كنت عملتوا جروب ونزّلتوا عليه الفيلم اتفرجتوا مثلًا أنتم ال15 والّا ال20 واحد وخلاص. أو مثلًا لو الفيلم تافه شوية صناع العمل هيخافوا يقولوا لك ده فيلم للنخبة، يقول لك لأ والله أصل ده فيلم سابق عصره. زي مثلًا فيلم سيما علي بابا بتاع أحمد مكي، الفيلم لحد دلوقتي من ساعة ما نزل لحد دلوقتي الناس مش عاجبها الفيلم أو أغلب الجمهور، قال لك لأ أصل ده فيلم سابق عصره. طب إحنا خلاص عدّينا 20 سنة المفروض نحب الفيلم دلوقتي، يقول لك استنى 20 سنة كمان، مع إن أنا باحب أحمد مكي جدًا بس الفيلم ده كان مخيش منه. أو مثلًا يقول لك أصل الفيلم ده بيناقش قضية وتسمع عنها مثلًا 5 دقايق في الفيلم بعد كده القضية تتوه، تقعد تدوّر بقى أنت طول الفيلم عن القضية دي ما تلاقيهاش. أو مثلًا يقول لك أصل ده عمل مهم جدًا. بُص مؤخرًا أي فيلم اتعمل له مؤتمر صحفي زي مثلًا فيلم السلم والتعبان أو فيلم الست، هيطلع يقول لك أصل ده عمل مهم جدًا. ودايمًا في المؤتمر الصحفي ده حد بيطلع يقول تصريح يقعد يتشتم عليه وما حدش بيركّز مع الفيلم. ولو مثلًا الفيلم نزل أسبوع في السينما واتشال وما جابش إيرادات، المخرج والممثل يطلع يقول لك أصل السينما مش إيرادات. ولو جاب إيرادات والفيلم وحش هيقول لك لأ أصل إحنا نجحنا وجبنا إيرادات وكسرنا الدنيا. الموضوع عامل شبه محللين حراس المرمى كده لما الحارس يطلع على الكورة يقول لك إزاي طلع وساب مكانه، ولو وقف يقول لك أنت إزاي واقف مكانك ما تطلع تمسك الكورة، على حسب الغلطة فين وهيبتدي يبررها لك. وبرضه من المصطلحات اللي بتستفزني يقول لك أصل الممثل ده عفوي جدًا وعلى طبيعته وعلى الفطرة، الممثلة دي عفوية وعلى طبيعتها وعلى الفطرة. وأشهر واحدة في الموضوع ده شيرين عبد الوهاب، يعني شيرين كانت تطلع تقول لك نبول عليه لما مثلًا سابت حسام وزمان خالص. يعني على فكرة حوارات شيرين عبد الوهاب دي مش من آخر مثلًا 5، 6 سنين، أنتم اتفرجوا على البرامج بتاعتها زمان خالص هتلاقيها بتقول حاجات غريبة. يعني انا كان نفسي ابقى راجل عشان اعرف بنات كتير قوي. كان نفسك تبقى عشان لازم تقول لي يلا بينا بقى نروح نشوف لنا بنتين كده نقضي مع بعض الليل. حتى برنامج ذا فويس كانت بتقعد تقول حاجات غريبة كده ويقول لك أصل ده عفوي. أصل أنا ما ينفعش أطلع لك مثلًا بالبوكسر وبالفانلة الحمالات أقول لك ما تتقبلوني يا جدعان ما أنا عفوي وأنا على طبيعتي وأحب أعامل الجمهور زي ما باقعد في بيتي مثلًا وبتاع. ما الهطل ده ما ينفعش نهائي. إن أنت دلوقتي طالع للجمهور لازم تتكلم بطريقة كويسة، لازم تبقى قاعد أو لابس لبس محترم إن هو تحترم الجمهور اللي قدامك أو للناس اللي أنت بتوجه لها الكلام. لكن أي عبط من اللي إحنا بنسمعه ده ما اسمهوش عفوية نهائي. العفوية دي بقى من بين صحابك على القهوة، مثلًا ترمي إفيه يدمّر لك حياتك أو تقول سر يدمّر لك حياتك عشان تحلّي القعدة، تدّيها واحدة ملوكي وأنت قاعد على القهوة. لكن بقية الحاجات اللي إحنا بنشوفها على التلفزيون دي ما اسمهاش عفوية. وبكده نكون خلّصنا أغلب المصطلحات الفنية اللي بتضايقني. وعايز أقول في الآخر إن الفيلم الكويس أو العمل الكويس مش محتاج كل المبررات دي عشان يعبّر عن نَفْسه. الفيلم الحلو أو المسلسل الحلو هو اللي بيعبّر عن نَفْسه والناس اللي بتشكر فيه. لكن مش إن أنت هتقعد تبلبع كل المصطلحات دي في كل برامج عشان تبتدي بقى تقتنع إن أنت تحترم الشخص ده عشان هو فنان كبير والممثل الصغير ده عشان هو فنان مهم وكل الحاجات دي. عشان الاحترام يُكسب ولا يُمنح. وبس كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو أنت لسه ما اشتركتش.